بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور عمر عبد الله شلح، مواليد فلسطين المحتلة تحديدا وغزة، مواليد حي الشجاعية، أبلغ من العمر 56 عام، وأعمل محاضر أكاديمي ومدير في وزارة الأوقاف في غزة. موجود هنا، كنت في زيارة علاج استطباب صحي، وكنت عند الدكتور في بيروت قبل أن آتي إلى هنا، وحجزنا بفعل مسألة الكوفيد 19 كورونا، وللأسف الشديد لم نتمكن من العودة لكي نحمل أبو عبد الله على أكتافنا. ونحن موجودون هنا في 6 حزيران. كان خبر استشهاد الدكتور رمضان وهو أخي. دكتور رمضان كان حاضرا على الدوام منذ صغره، كان يعشق فلسطين، وكانت القدس وفلسطين وهم الأمة الإسلامية والعربية حاضر دوما في عقله وفي قلبه. دكتور رمضان منذ أن وعيته كنت وأنا صغيرا، ولكنه بدأ يمخر غباب الحياة، إلا أنه كانت فلسطين حاضرة في قراءاته، في قرآنه، في شعره، في أدبه، في لقاءاته، في خطبه، في كل شيء. هو أحد المؤسسين المهمين الذين عملوا على تأسيس مشروع الجهاد والمقاومة في فلسطين. هو يمثل للأمة نموذج وحدوي لفلسطين وللأمة والعمل الإسلامي. كان دوما يعمل على توحيد كل الجهد العربي والإسلامي، يلتقي مع كل من يمكن أن يعمل لفلسطين من اليمين سواء أو اليسار أو الوسط. كان أبو عبد الله دائما حاضرا فقط من أجل فلسطين. أينما كان هناك جهد يمكن أن يستثمر لصالح فلسطين، أبو عبد الله كان يكون دوما حاضر. في آخر سنتين القلب عنده بدأ يعاني من بعض الأمراض، لكن الله سبحانه وتعالى كان له أمر آخر، حتى جاء الموت وعانق أبو عبد الله. ولئن قتلتم أو متم في سبيل الله لمغفرة ورحمة خير مما يجمعون. غادرنا أبو عبد الله في ذكرى النكبة، نكبة فلسطين في 6 من حزيران. كان أبو عبد الله يسجل في غيابه نكبة جديدة في غيابه للأمة ولنا. أبو عبد الله قلبه عزيز جدا علينا وغالي، وغياب أبو عبد الله وقلبه لا يوازيه عندنا إلا القدس وقلب القدس. أبو عبد الله كان ينظر للأمة الإسلامية إن هذه أمتكم أمة واحدة. الإخوة في تركيا هم حاضرون، ليسوا غائبين كما كل الآخرين من أحرار العالم والمسلمين. تربطنا بهم علاقة جيدة وطيبة، ونستشعر حجم الهم الملقى على كتفهم، لكن هذا هو المشروع وهذا هو الواجب الذي نحن مطالبون بتقديمه في تركيا وفي مصر وفي العالم العربي وفي الإسلامي وفي إيران وفي كازاخستان وفي إندونيسيا وفي ماليزيا. أينما وجدت سورة الإسراء تقرأ، اعلم أن الأمة ستتجه نحو القدس إن شاء الله. بكل تأكيد موضوع القدس هو الحاضر الدائم على مدار الساعة واللحظة، والاحتلال للأسف الشديد في كل يوم يحاول أن يفرض واقعا جديدا على أرض القدس من خلال ما يعرف بالاستيطان، ومن خلال مصادرة مزيد من الأراضي، حتى أصبحت القدس تقريبا بشبه كامل أو شبه كاملة هي تحت القبضة والسرقة واللصوصية الصهيونية. أهل القدس هم أحرار وهم موجودون، والنبي صلى الله عليه وسلم خصهم تحديدا بالحديث الشريف: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، إلى آخر. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، نساء وأطفال وشيوخ ورجال بيت المقدس هم يؤدوا واجبهم. لكن مطلوب من الأمة أن هذا اليد الواحدة لا تكفي، يجب أن يكون هناك يد أخرى معها لكي تصفق. أهل القدس يرفعوا يدهم يصدوا العدو الصهيوني، لكن مطلوب من اليد الأخرى في الأمة العربية والإسلامية أن تدعم هذا الجهد، وأن تسند هذه الأمة في صراعها وفي جهادها ونضالها في وجه العدو الصهيوني في القدس.